سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بألف صحة وعافية. حلقة اليوم اللي غادي نوجدوا فيها كيكة بالتفاح لذيذة وسريعة في التحضير ومقادير جد مضبوطة، مستحيل ما تنجحش معاك من أول تجربة. نبداو الوصفة. كنحتاج جوج بيضات مع رشة ملح. غادي نعبروا جميع المكونات فقط بملعقة كبيرة. غادي نضيفوا 6 المعالق كبار من سكر سنيدة، 2 معالق زيت، و5 المعالق من الحليب، مع كيس من سكر فانيلا، مع 8 المعالق كبار من الطحين، وكيس من خميرة الحلويات. فهذا هو خليط الكيك، فقط كنخدموه بالطراب اليدوي، ما كنحتاجوش نهائيا الطراب الكهربائي. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. كنحتاجو قالب كيك اختياري، انا خديتو دائري الشكل. كنكون دهنته بالزبده مسبقا. كنفرغ فيه الخليط حتى ياخد حجم القالب. خديت تفاحه وحده، قشرتها، قطعتها الى شرائح تكون رقيقه بزاف، فحاولت ننزلها على محيط القالب بشكل دائري، وخليت فراغ في وسط الكيك اللي غادي نزينو من بعد. نحاول نصفف جيدا شرائح التفاح وتكون متساويه. من بعد خديت مزيج من رقائق اللوز وحبيبات الشوكولاته والعنب المجفف الاسود، زينت بهم الفراغ المتبقى اللي هو وسط الكيك، ودخلت الكيك الى فرن بدرجه حراره 170. هذا هو شكل الكيك. يمكن لكم تدهنوا الاطراف ديالو بالناباج او مربى المشماش، فالكيك يجي خفيف ولذيذ وسريع في التحضير. نخليكم مع تتمة الفيديو، والى فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في امان الله ورعايته. باي باي.